العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، الركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. فاليوم سنتكلم حول الحكمة من إرسال الرسل وما يتعلق بذلك. برايد عزيز درس ما ام بيجن ايرو بحثا شرط ياجي ركن چاراج اي ركن ايماني كو ايمانا به پیغمبرايه پیغمبر خدا يعني او بكردي جرات بكلمه كردي ام بيجن قاصد او خدا شانديه خدا عز وجل تشينه جوانا تي گوتن قاصد، ولكن بعربي تي گوتن پیغمبرم بیا كلمه کا مشهور، بلکه پیغمبر كلمه کا فارسی بجي پیام معنی خبردان اوی خبردان دبجه کره يعني والحاصل پیغمبر با قاصد با چبه ایرو امی بحثا وان بکن حکمی وان حکمتی وی و انکی تشتك پیبا گریداینه. اولا الحكمة من ارسال الرسل الله عز وجل من فضله وكرمه، طبعا ليس مجبورا او لا يستطيع احد ان يجبر الله عز وجل على شيء، ولكن الله عز وجل من فضله وكرمه أرسل لعباده رسلا ليدلوهم على طريق صحيح وإلى هداية الله عز وجل، حتى لا يكون للناس حجة على الله عز وجل ويقول يوم القيامة لم أكن أعرف، لم يدلني أحد على الحق. فحتى لا يبقى للإنسان حجة الله عز وجل أرسل لنا رسلا. حكمة أول يجي حكمة أن مازنج شاندنا پیغمبره خدا کس کی نکاره خدا مجبوری تشکیب که بیام زانبن رب عالم خالق متوای خدای ما، کس کی نکاره بجا خودت مجبوری بی تشتهانه بی، فقط خدا جمازناتیا خو رحمه خو کرم خو یا مازن جمرا پیغمبر شاندیه جبونه که ام ریا خدا زانبن، ام زانبن چه باشه چه نباشه، چه بخیره چه نبخیره. خدا اجد بجا اجبار پیغمبر چینم جبونه که زمانه و روز قیامت درج نبها، جبانه و نبجن ای خدای و مکان نظام بو کیجا باشه کیجا نباشه. خدا بجا رسلا مبشرین و منذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. دبی پشت شاندنا پیغمبر ابرات کس کی بهانه کی دستی دا نمینه. مثلا ام انسان دماغ ام تشتکی نظام بن ام بکن شاشتی کی بکن ام بجن ای من نظام بو ای خبرم جیت نبو اکچ بکم دسوجه من نبو. ایجا خدا کی پریا کو رحمه پرج پیغمبر شاندیه گوتیان ج عبد مرا بیجن براوی تشته بکن اوی تشته هنه نکن اویا فایده وی هي اویا ضرر وی تدا مو بیا بکن از عاجز بم بیا بکن و ضرر بدینن جبون کروج قیامت کس کی مرا نبجه رب مولا من نظام بو دقات شبكم کمانیا مبو تجمره بقوت من نذكر اویا خدا عز وجل جبی حکمت یانه کو کس کی زمان خروج قیامت درج نکه. ولا كذلك نحن بحاجة إلى من يدلنا إلى ما فيه الخير، نحن بحاجة بشر، لأن العقول يختلف والثقافات يختلف وهناك أمور كثيرة نحن لا نستطيع أن نعرفها بعقولنا إلا إذا أرسل الله لنا رسلا ويخبرنا بما يريده الله عز وجل حتى نعلم ما هو صحيح وما هو باطل. نحن نحتاج إلى من يرشدنا وإلى من يدلنا إلى فيه الخير. تیزاجی حکمت کی دنی ام محتاج پیغمبرانه یک مرا ما مستا لازمه یکی کو دست ما بگره نصیحت ما بکش مرا بجا ابیه آب کن ویتشتی اوانه کن. مثلا کو خداش مرا قرآن بشانده و پیغمبر کی نشانده ما چه زانبونه می چوا دست میش بگیرین چوا لمیش بکن چوا سر خوب شون ما نظام بو امی خدا بگوت لمیش کن هادی هر کس کی شکل کیج لمیش فهم بکره، اما رب عالمه گوتیان از پیغمبر خوب شینم از جراج بیجم براجوارا بيجاوني تشوا بكن يعني ام قال لك تشتي خو محتاجن كو پیغمبرك بشعبه خو بدينن جمارا بيجه مثلا تدي ايرو الدنيا دا او كان صنعتها صنعت يركب نرويج جرات بيجن تذكي وانا جرا ما مصطلح لازم مكتب öğretmen معلم لازم كسكي كتاب هناك دستي خنا بجابساز بخين ما تشوا ببم بالميكانيكا تشوا عربي تعمير بكم افتنه يك شرا لازمه بيت يا وراك يا وديني پیغمبر جي براتيكا دين خدانه لوما ام محتاجن كو يك ورا بدست ما بقرا تشتي باش مرا بيجا. طيب الرسل هل هم يختارون انفسهم ام الاختيار بيد الله عز وجل؟ نحن جميعا نعلم او اهل الايمان يعلمون بان الرسل الله يختاروهم
ليس بالدراسة ولا بالشهادة ولا بالمال ولا بالسلطنة ولا بالوراثة، ليس بشيء من هذا الأمور، وليس بالتفكر الكثير. النبوة اختيار وهدية من الله لمن يشاء من عباده. إن الله اصطفى، كما يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، أو الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاختيار بيد الله عز وجل، وليس بوسيلة أو بإمكان البشر أن يجعلوا أنفسهم أنبياء ومرسلين. نقطة دويا پیغمبری ام کردی بیجن پیغمبری هدیه که یا خدای خلقت که پیغمبر، یا ام دخواینو به دیپلومه و به پرا یا جی به قوت خو به علم خو ام دبن پیغمبر. پیغمبری بداین خدای عز وجل، پیغمبری بخواندن نه، به شهاده نه، به دیپلومه نه، به پرا نه، به عائله مازن نه، به باب نه، به کال نه. پیغمبری بداین خدای. تو کس کی نابجه والله مخان حتی از بون پیغمبر تنه، یا جی والله مدعا کی کر حتی از بون پیغمبر، نه بدعای نه بتشتکی و ساکینو خدا جعبد خو هنک انسانا دنقینه کردندید به نقاندن هل بجره دبیت پیغمبر منی هرج عبد مرا بی تشتیانه جوانه بج اویا یک. يعني پیغمبری بخواندن نه برامیه امزانبن جانا هنك انسان تشمشته وصاد بيجن علاقه وجهتنا. هناك بعض الناس او اصحاب الفكر الجديد يقولوا الانبياء من عادتهم ان يكونوا من الفقراء، او الانبياء مجددون، او الانبياء هكذا اصحاب الثروات. غايتهم ان يبعدوا صفه الاختيار من الله عز وجل من النبي، وان يقولوا النبي هو الذي اختار نفسه وأصبح نبيا. ولكن نحن نقول لا علاقة لهذا بما تقولون. نعم الأنبياء جددوا أمورا كثيرة وأصبحوا كما يقول باللغة العصر أهل الثورة، يعني يغيروا، ولكن بأمر من الله وليس من تلقاء أنفسهم. پیغمبری في زمان هانه ده هنك إنسان ما أبي كشخات بيجن أم شيب عاقل فكرين سوسياليستن تشتكي غريب بيجن دبي پیغمبر عادت وانا شخونج عائلة فقير درتين نظام انسان بندستن پیغمبر درتن، یعنی دخوازن بیجن علاقه پیغمبر و خودش هفتنه. پیغمبر وقا بیجن دبیجن چه شورشوان کردی دبیجن اب ترکی به دورمجینه، یعنی شورشوان هات پیغمبر اون انسان یک هاتنه انقلابات کن تشتاد کن دخوازن گویا پیغمبر مازن بکن، ولكن هدف و غایه وان پیغمبریش خوده دور بخینن. وقا بیجن پیغمبری بقوت انسان یا بخواندن خوب یا بیا پیغمبر صبر خوب بیجن اجی پیغمبری کی وکوانم ایو ساکینو هنه کد بیجن مثلا پیغمبر عائله فقیر هاتنه، پیغمبر حوال قوم بندست بونه خواستنه ظلمه را که مجادله کرنه جبون نزیک بونه پیغمبر و خودش هف دور بخینن صبر بیجن اجی یک جوانه اجی هاتمه اجی آلیکاریا بندستات کم اجی آلیکاریا فقیرات کم خلاص اجي قهرمانك جوان قهرماني هانم فيتشتي هانت خازم بيجن امام بيجن نا ابدا پیغمبري راسا پیغمبر هاتنا الهمبر ظلمي درتين الهمبر نحقي درتين اما خدا جوانات بيون يارم بكن نب قابليتها پیغمبر ابتنيه. وهناك من يصف الانبياء بانهم عباقرة، الرسول الفلاني عبقري. نحن ضد استعمال هذه الكلمة، نحن نقول هم انبياء الله، لانك اذا قلت بانه عبقري معناه رجل درس وعنده خبرة كثيرة، فكلما أضفت الصفة من صفات البشر الطبيعي إلى النبي فأبعدته عن الله عز وجل، تبعد عنه القدسية وأنه مرسل من الله عز وجل، وبعد ذلك يكون بإمكانهم أن يعترضوا عليه وأن يقولوا صحيح أو غير صحيح وهكذا. ونحن نقول لا علاقة، الأنبياء أنبياء قبل أن يكون عبقريا فهو نبي مرسل من قبل الله عز وجل. تشتكي دي هناك إنسان ما يبقى عاقل، أم جوانا جانا بين بعقل ونفهم كل مقصد شيء، يعني أم ناخذ كلمة قدي بيجن دبي پیغمبر فيلوزوف اوجد زانن كنية توا نپاقجه وقت دوين پیغمبر فيلوزوفن دخوازن بيجن يعني پیغمبر ننها فيلوزوف خواندای زانه تشتابكه لا ما قصابيه قالوك ام بيجن پیغمبر فيلوزوف پیغمبر پر عاقله پیغمبر اوايه اوانات تف پیغمبرش پیغمبری دور تخيرن دكن انسانك نورمال قالوك بو انسانك نورمال تبقوي پیغمبر بگی تبي جوره تشما بیا کر اویا راست بو اویا نراست بو تهدي احتراز عليه بكي تبي سر داره تبي نخاره لدم اكتبو پیغمبر خدايه خلاص خبردان قضيه پیغمبری جهر تشتي ماسترش فيلوزوفي ج ماستره ج عبقريت ج ماستره
بزمان ما تركي بيجن داهي يعني عبقري نانا ولا داهي ننن راستا پیغمبر بكرنه خوش عبقريش فيلسوف ماستر بون اما ام نابن فيلسوفي عيبه في مقام پیغمبر ابچوك دبه فيلسوف به دسمج هبون فيلسوف بعلمج هبون فيلسوف کافر هبون وانا تا فيلسوف بون اما پیغمبر را هم نابن فيلسوف ام بيجن پیغمبر قاصد خدايا رسول خدايا خدا عز وجل ويتشينه. من صفات الأنبياء نتكلم أولا الرسول ذكر ليس بأنثى. الله عز وجل لا يرسل نساء إلى الناس ويقول بأنك رسولة أو نبية من الله. أولا الشرط الأساسي النبي ذكر. شرط پیغمبر چنه میکی وان بیجن. شرط اول پیغمبر میر نجنن. هنکی بسلمان مینو در کتنه دبیجه حضرت مریم جی پیغمبر بو دی حضرت موسی جی پیغمبر بو چه مالت به خدا گوتی ما وحی جراشان کلمه وحی گشان عالم قالك معناه لتقني معناه الهام خدا دم اويت دلي بيتشتي هانب که ولكن القرآن دا كلمة كي سرنا بديا موسى وسرديا أنبيجن حضرت عيسى جنات يكو خدا قوتي حلال حرام تشتكي بشري تشتكي نورمال سرزاروك يخو خدا عالم شاندية اگر که هر جی خدا گو ما وحی شاندیه خدا گوتی ما وحی شاندیه ببال میشه هنگ واج اوجد قرآن و اوحى ربك الى النحلة نحله میشه هنگی من خدا ما وحی جرایشان یعنی اوجبو پیغمبره که خدا یعنی شرط اولش پیغمبری را گرم میر بین پیغمبر جنتنانه ابیا یک. كذلك يجب في حق الأنبياء أن يكونوا صاحب نسب شريف وعالي. الرسول لا يكون ابن الزنا لا يكون ابن قاتل ابن مجرم ابن حرامي ابن كل شيء يقلل من وصف الإنسان. الرسول ليس هكذا صاحب نسب عالي آباؤه وأجداده أناس شرفاء وماضيه كذلك نقي وطاهر. الرسول لم يكن مجرما في حياته أو جميع الأنبياء لم يكن قاتلا لم يكن حراميا لم يكن زانيا لم يكن شاربا للخمر. كل هؤلاء مستحيل في حق الأنبياء. الذي يكون قدوة الله يحميه من الأمور السيئة قبل النبوة وبعد النبوة. هذا كذلك في حق الأنبياء. پیغمبر خدا اینکه تشدی جوان را لازمن هنک تش چینا بگرد وان داتنبن دز پیغمبر ندزن پیغمبر نقاتلن پیغمبر زنکار ننه پیغمبر مشروع عرق بخوار ننه پیغمبر دروان ناکن پیغمبر دی باوی وان زنکار و بی اخلاق ننن اوانا چینا بن. یعنی پیغمبر هر انسان محترم باوی وان دایکا وان یعنی خوینا کوان پیغمبر جهاتنه باوی کالی تفکی انسان پاک و محترم بونه. امنا بجن والله فلان باوی پیغمبر یعنی باوی زنا کربو والله کالی حاشیه کا دیاوی نظامش کو درکت بون نه یا جی پیغمبر دروات کنه والله پیغمبر یکی کشته بون. حضرت موسی و مسئله کوی اوج بنیت کشتنه نبو او داوود به رب من جی من عفو کرد کی دی هر پیغمبر خدا وان شاندی دهات نگوان پیغمبرن کس کی ندگو حیرت حتی دو دروات کرد تنبو حیرت حتی دو مال حرام تخور اوج تنبو حیرت حتی پر تنب پیغمبر تاب خویناوان دیو باوان تاریخوان دبیجن یعنی سیوی کجرات بیجن یعنی اسبه وانا تفاقجن وقتی کی شاندیه کس کی نگوت کرو تبی تشتیانه دوت کر. مثلا پیغمبر اگو کشتن حرامه کس کی نگوت قاتلی. حضرت موسی مثلا کویه تایبت هه پیغمبر وقتی گو دزیه نکن یکی جرا نگوت تو حتی دو دزیت کرد کدا ابو افندیش مرای افت نبون تشتکی ساکنون در حق پیغمبر خدا دا نایگوتن. وكذلك يجب في حق الأنبياء أن يكونوا صادقين أن يكونوا أهل الأمانة وأن يكونوا أهل التبليغ. هناك ما يجب وهناك ما يستحيل ويجب في حقهم كل شيء يليق بالإنسان العادل الكامل الصاحب الخلق العالي يجب في حق الأنبياء. إجا در حق پیغمبر ده يمكن تشي لازم نگره هبن پیغمبر گره راست خبرتن پیغمبر گره أهل أمانة هبن پیغمبر گره وحی خودش ملت را بجن چنا بجن ابیال خوشم منات از بشیرم خود ابیا عیب برم عاجز به ابیا عام عاجز به. مثلا سورت ام بجن سورت تبت یا سورت مسد در حق ابو لهب کی بو مام پیغمبر و علیه الصلاه و السلام پیغمبر دی آیت و شرط نه ولد چوها چرا خوند نگو حیر آب منه عیب ملت تشتک مرا بین خودش مرا گوتیه از ملت را بجن به خبردان گویان پیغمبر خدا تشتکیج نکارن و شرن ابیاج لازمه گره تبلیغ بکن نصيحة خدا جهر كثيرة بيجن. إلى هنا نكتفي بهذا القدر.
إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله. حتى برا درس ما در حق مقام پیغمبر دا بس حفظه هديجة مثلا دوام بكن مسألة پیغمبر دي مسألة كمهم وجرينجة هدي أمي هنك نقطة بيجن أو سؤال وتشتبه جهاب من تقارن عقل خدا بيل بشتي خطبة سؤال بكن جبوني أم سري دوام بكن. أمانة خدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.